السلام عليكم أساطير HD أكشن. بطل فيلمنا النهاردة هو مقاتل من الطراز الرفيع بيضطر يسيب بيته وحياته كلها ويعيش لوحده في مكان نائي، وده بسبب أعدائه اللي عايزين يقتلوه، لكنه بيقابل شاب صغير بيعلمه فنون القتال، ومن هنا بتتقلب حياته كلها رأساً على عقب. وبيبدأ فيلمنا النهاردة في جبال المكسيك مع شخص اسمه ديفيز، وهو بيبص على صورة مراته اللي بعد عنها بقاله فترة كبيرة. وبيكون ديفيز شخص رياضي جدا وقوي في الفنون القتالية، وكل يوم بيطلع يجري شوية علشان يفضل محافظ على لياقته. وبعد ما بيرجع من الجري بيبدأ يتدرب على أسلوب القتال الفريد من نوعه اللي هو ابتكره. وبيشوف كالعادة الشاب الصغير أوسكار اللي بيجي كل يوم يقف بعيد ويحاول يقلد حركات ديفيز علشان يتعلم القتال هو كمان. وبيبقى أوسكار لسه طالب في المدرسة وبيخلص تدريبه الخفي مع ديفيز وبيرجع للمدرسة بسرعة. أما ديفيز فبيروح يبدأ الشغل بتاعه لأنه مهندس مساحة. وأثناء ما أوسكار كان خارج من المدرسة بيلاقي عربية فيها عصابة بتجري وراه، فبيطلع يجري بأقصى سرعة لحد ما بيستخبى ورا عربية علشان العصابة ما تشوفهوش. بس العربية دي بتبقى قدام كافيه قاعد فيه ديفيز اللي بيتابع الموقف من بعيد، وفهم إنه أوسكار عنده مشاكل. وبيروح بعدها أوسكار لجدته اللي بيعيش معاها وبياخد منها فلوس علشان يقدر يكمل تعليمه بشكل كويس. لكن العصابة بتجيله واحد منهم بيرفع السلاح على أوسكار، بس بيقوله إنه لو مش أخو الزعيم بتاعهم كانوا قتلوه من زمان. وهنا بنعرف إن أخو أوسكار يبقى زعيم العصابة دي، وهو في السجن حالياً وقرب يخرج. وبياخد منه الراجل الفلوس اللي معاه وبيمشي. وتاني يوم بيروح أوسكار عشان يتدرب من بعيد مع ديفيز كالعادة، لكن المرة دي بيظهر وراه ديفيز وبيقرر إنه ياخده معاه ويدربه بالشكل الصحيح لما لاحظ الإصرار في عينه. وبيفضلوا على كده يوم بعد يوم، وأوسكار بيبقى أقوى، خصوصاً إنه بيتعلم أسلوب القتال الفريد من نوعه اللي بيقاتل بيه ديفيز بس، واللي بيعتمد على الضرب بالمرفق واستخدام المناطق الحيوية في الجسم في القتال. كمان بياخده يشتغل معاه في المساحة علشان يبقى معاه فلوس ويبعد عن موضوع العصابات ده. وفي يوم بيقول له أوسكار إنه عايز يشارك في منافسات القتال المختلفة، بس ده بيبقى ضد مبادئ ديفيز اللي بيكون عايزه بس يعرف يدافع عن نفسه مش أكتر. وبيفهم أوسكار منه إنه كان مقاتل محترف قبل كده، بس ديفيز كتوم وما بيحبش يتكلم عن ماضيه. لحد ما في يوم بتوصل العصابة في العربية بتاعتهم لمكان ديفيز، ومعاهم هيكتور أخو أوسكار اللي خرج من السجن. وبيرحب بيه أوسكار جدا وبيفرح لما بيشوفه. ومن النظرة الأولى لهيكتور على ديفيز بيقول إنه أكيد من الشرطة نظرا لهيئته، لكن أوسكار بيقول له إنه صديقه والمعلم بتاعه مش أكتر. وبيتحرك أوسكار معاه علشان يحتفلوا بخروجه من السجن. بس أوسكار بيروح الأول لصالة رياضية وبيبقى عايز يتدرب فيها، لكن البنت اللي هناك واللي اسمها ماري بترفض إنه يسجل من غير ولي أمره إنه تحت ال 18 سنة. وفي الليل بيقعد مع أخوه وباقي العصابة، وبيلاحظ هيكتور إن أوسكار ما بيشربش خمرة ولا بيحب القمار ولا أي حاجة من اللي هم بيعملوها. لكن اللي بيلفت نظره لما بيسمع عن قتالات سرية هيكتور وصحابه بيروحوا يراهنوا فيها، وبيقرر يروح معاهم علشان يختبر مهاراته القتالية. وبالفعل بيوصل للمكان اللي مليان بالمقاتلين والناس اللي بتراهن عليهم، وبيبقى فيه مقاتل قوي جدا ومحدش قادر يهزمه. وبيحاول واحد من الحضور، لكن ضرباته ما بتأثرش في المقاتل وبيتهزم بكل سهولة. وهنا بيقرر أوسكار يطلع يتحدى المقاتل ده وسط الذهول من أخوه وباقي أفراد العصابة. لكن أوسكار بياخد وضعية القتال الفريدة اللي اتعلمها من ديفيز، وكل ما بيقرب منه المقاتل يديله ضربتين أقوى من بعض. بيتعصب المقاتل وبيحاول يهجم عليه بقوة أكبر، لكن الأسلوب اللي بيتبعه أوسكار بيبقى قوي جدا في الدفاع والهجوم كمان. وبيصد ضرباته وبيديله كام ضربة قوية جدا علشان يوقعه على الأرض فاقد الوعي ويكسب المباراة. وأخوه هيكتور لسه مصدوم من اللي شايفه. وعلى الناحية التانية في كاليفورنيا بنشوف واحد اسمه ماكس بيلعب جولف، لحد ما بيجيله تليفون من شخص وبيبعت له فيديو القتال بتاع أوسكار اللي تم تسريبه على النت. وبيتصدم ماكس أول ما بيشوفه. وفي سجن معين بيبقى موجود فيه زعيم ماكس واللي اسمه بن، وبيجيله خبر إن ماكس موجود وعايز يشوفه. وبيوريه ماكس الفيديو بتاع أوسكار، وبسرعة بيجمعوا إن اللي درب أوسكار أكيد هو الشخص اللي بيدوروا عليه، لأن مفيش حد بيتبع أسلوب القتال ده غيره. شكل كده ديفيز كان هربان من حاجة والناس دي عايزة تقتله، خصوصا ان بن بيطلب من ماكس يدور عليه ويقتله في اسرع وقت. وتاني يوم بيروح اوسكار وهيكتور وباقي العصابه لديفيز اللي بيتضايق لما بيشوف العصابه جايه لحد بيته. وبيطلب هيكتور منه يدرب اوسكار علشان يشارك في قتالات وبطولات، بس ديفيز بيرفض الموضوع وبيحذر اوسكار ان اخوه ممكن يتسبب في قتله. وفجاه هيكتور بيبين ان معاه مسدس وبيهدد بيه ديفيز، فبيرجع ديفيز كام خطوه لورا وبسرعه خاطفه بيطلع سلاح من معاه وبيجبر هيكتور يسيب مسدسه وياخد العربيه ورجالته
ويبعدوا شوية عن المكان، وبيطلب من أوسكار يروح معاهم في العربية وما يحاولش إنه يجي هنا تاني نهائي. وبيروح بعدها هيكتور للصالة الرياضية علشان يقدم لأوسكار، وبتعلن ماري عن إعجابها بأوسكار بعد الفيديو اللي انتشر ليه وهو بيضرب المقاتل المخضرم اللي محدش هزمه قبل كده. وفجأة بيدخل 2 توأم شكلهم غريب وبيسألوا أوسكار عن المدرب بتاعه وبيقولوا إن اسمه باول، وبيطلعوا صورته كمان بيعرفوه إنهم من مروجي القتالات. بس هنا بيتدخل صاحب المكان وبيسألهم عن الشركة اللي هم تبعها علشان يكشفهم ويخليهم يعترفوا إنهم بيدوروا على باول وخلاص. فبيتدخل هيكتور وبيقول لهم إن أخوه ما يعرفش مين باول ده أصلاً، وبيطلب منهم يخرجوا من المكان. وبيبقى أوسكار قلقان وعايز يبلغ ديفيز باللي حصل علشان ياخد باله، وبيقرروا إنهم ياخدوا ماري معاهم لأنها خلاص وقعت في حب أوسكار، وكمان علشان ديفيز مش عايز يتكلم مع حد فيهم. وبالفعل بيروحوا لهناك وبتطلب ماري من ديفيز يخلي أوسكار يكلمه، فبيوصف له أوسكار الاتنين التوأم اللي سألوه عنه لكن بيقولوا إن اسمه باول. وهنا بيتصدم ديفيز وبيسأله إذا كان خرج من الصالة الرياضية على هنا على طول ولا لأ. ولما بيعرف إنه عمل كده بيطلب منه هو وماري يدخلوا البيت بسرعة وهيكتور كمان، لكن وأثناء ما هيكتور داخل بينضرب نار على رجالته الاتنين وبيموتوا، لكنه بيقدر يدخل للبيت. وبيبقى المكان محاصر من قبل التوأم وكام واحد كمان ومعاهم رشاشات وعايزين يخلصوا على ديفيز بأي طريقة. وبيعترف ديفيز لأوسكار إنه كان شرطي في لوس أنجلوس وقضى على زعيم التوأم، وعلشان كده هم بيدوروا عليه بقالهم سنين وعايزين يقتلوه. ولما بيعرف موضوع الفيديو اللي انتشر لأوسكار بيتأكد إنهم وصلوا عن طريق الأسلوب اللي شافوه من أوسكار في القتال لأنه خاص بديفيز وبس. وبيطلع بعدها من غير ما حد يشوفه وبيقدر يقتل واحد من التوأم، ولما بيلاقي التاني بيرش بنزين على البيت بيقرب منه لكنه بيهجم عليه وبيدخلوا مع بعض في قتال. بس قدرات ديفيز القتالية كانت عالية جدا وبيقدر يضربه بمنتهى القوة لحد ما بيقع على الأرض مش قادر يتحرك. وهنا بيرمي عليه ديفيز البنزين وبيحاول يتأكد منه إذا كان بن هو اللي أمره بالقتل ولا لأ، لكن الراجل بيشتمه وبيولع في نفسه علشان ما يعترفش بحاجة. وبيرجع بعدها للبيت وبيفتح ممر سري لكهف تحت البيت وبينزل الكل فيه، وبيعرفهم إنه اكتشف المكان ده لما كان في الشرطة وقرر يبني بيته عليه تحسبا لأي ظروف. وبيبدأ ديفيز يحكي لهم إنه بعد ما قبض على بن زعيم التوأم قرروا إنهم يروحوا لمرات ديفيز وضربوها بشكل قاسي جدا لحد ما وصل ديفيز وخلص عليهم كلهم. بس المشكلة إنه فاهم كويس إن في غيرهم هيرجع تاني علشان يقتل مراته، وعلشان كده عمل إنه هو اللي ضرب مراته وخلاها تروح ترفع قضية عليه علشان يبقى ديفيز هربان بتهمة إنه ضرب مراته، وكده مراته تبقى بعيدة عن كل حاجة. وبعد ما بيخلص حكايته بيسلم المسدس لهيكتور وبيعرفه الطريق اللي هيمشي منه. وبعد ما بيمشوا وبيدخل الليل على المكان بيوصل عدد كبير من الرجال علشان يقتلوا ديفيز بعد فشل التوأم، لكن ديفيز بيبقى حاطط كاميرات في كل مكان وشايف هما بيعملوا ايه كويس قوي. وبيفتح الباب وبيدي 2 منهم طلقتين وبيرجع تاني، وبيشغل جهاز بيرش مادة سامة على كام واحد من الجنود وبيقعوا في الأرض. وبيطلع بعدها فوق البيت وبيبدأ إنه يقتل فيهم واحد ورا التاني لحد ما بيتبقى 2 بس، فبيرمي عليهم قنبلة دخان وبيجروا بسرعة على العربية. فبيظهر قدامهم ديفيز وبيديهم فرصة واحدة أخيرة للنجاة، وبالفعل بياخدوا العربية وبيجروا بسرعة لاقتناعهم التام إن ديفيز يقدر يقتلهم حتى قبل ما يتحركوا. وتاني يوم بيروح هيكتور لبيت ديفيز لكنه بيلاقي كل حاجة مظبوطة ومفيش جثث في المكان، فبيرجع لأوسكار وماري وبيعرفهم إن صاحبه ديفيز اتخلص من الجثث وكل حاجة كانت عند البيت بطريقة احترافية. وأثناء ما هو ماشي بيطلع عليه مجموعة من الرجال وبياخدوه لمكان معين وبيبقوا لسه هيعذبوه علشان يقولوا على مكان ديفيز. بس هنا ديفيز بيظهر وبيدي طلقة في دماغ الراجل اللي ماسك هيكتور وبيطلع يجري وباقي الرجالة وراه لحد ما بيوصل لنقطة معينة وبيقف وبيخلص عليهم كلهم بمنتهى السهولة. وبيرجع بعدها لهيكتور وبيتحركوا سوا بالعربية في نفس الوقت اللي بيوصل فيه أوسكار وماري لبيت ديفيز علشان يطمنوا عليه لكنه ما بيبقاش موجود. وهنا بيظهر كام جندي مقنع وبيهجموا على أوسكار لكنه بيقدر يضربهم وبيوقعهم بسهولة لحد ما بيتقدم واحد وبيقاتل أوسكار وبيبان إنه محترف أكتر منهم، لكن مع ذلك كفة النصر كانت قريبة من أوسكار اللي بيتفاجئ بالراجل بيقاتل بنفس الطريقة بتاعة ديفيز. ولما الراجل بيحس إنه هيخسر بيكشف وشه وبيقول إنه جرين صديق لديفيز في الشرطة وجه هنا علشان يطمن عليه لأن حياته في خطر. وبيقرر جرين إنه ياخد ماري وأوسكار معاه على أساس إنهم رايحين القسم، لكن في الطريق بيقول جرين إنهم رايحين مكان سري، فبيفهم أوسكار إنه اتضحك عليه وبيتصل على أخوه هيكتور وبيقول اسم جرين. فبياخد ديفيز الموبايل وبيطلب منه يخلي باله لأن جرين خطر، وبيقول جرين إحداثيات الموقع اللي هم قريبين منه، لكن جرين بياخد باله وبيرمي التليفون في الشارع
الشارع وبيغمي وشهم. وأول ما بيوصلوا بيشوف أوسكار إحداثيات المكان اللي هم وصلوا ليه، بس مش عارف إزاي يتواصل مع ديفيز. وبيبقى المكان ده خاص بزعيم كبير في المافيا اسمه فالديز، وماكس بيكون قاعد معاه وبيطلب المساعدة علشان يقدروا يقتلوا ديفيز. فبيطلبوا من أوسكار إنه ياخد تليفون ويكلم أخوه هيكتور علشان يقدروا يحددوا موقعه. بس أوسكار بيستغل الفرصة وبيقول إنه لازم يبعت رسالة لأخوه الأول علشان ما بيردش على أرقام غريبة. وبالفعل بيبعت له مجموعة أرقام وهي إحداثيات المكان اللي هم فيه ومحدش بياخد باله. وبيفهم ديفيز الموضوع وبيعرف المكان بعد ما قدر يجمع عدد كبير من القتلة المحترفين، وقرر إنه يهجم على المكان في الحال. وبيوصلوا للمكان وبيبدأ إطلاق النار والكل بيقلق، وبيتعصب فالديز من اللي حصل وبيقرر إنه يقتل ماكس، لأن بسبب غبائه ديفيز وصل لهنا وبدأ يقتل في رجالته. وبيبقى ديفيز صاحب قدرات فريدة من نوعها فعلا، مش بس في القتال اليدوي، ده كمان عنده قدرة مذهلة في استخدام كل أنواع السلاح وتصويبه بشكل دقيق جدا. وبيقدر إنه يقتحم البيت علشان ينقذ أوسكار اللي قام هجم على الراجل اللي قدامهم وقدر يموته. وبيظهر جرين قدامه وبيكملوا القتال مع بعض. ولما بيحس جرين إنه خلاص بيخسر القتال قدام أوسكار، بيقرر إنه يمسك البندقية ويقتل أوسكار. بس هنا بيجي الدور المحوري لماري، وبتمسك مسدس وبتدي جرين طلقتين في رجله علشان يقعد على الأرض وما يقدرش يتحرك نهائي. وبيشوفهم ديفيز هو كمان وبيطمنهم إن كل حاجة تمام والشرطة هتوصل للمكان دلوقتي. وأثناء ما فالديز بيضرب النار بيظهر هيكتور هو كمان وبيديله طلقة في دماغه بيوقعه ميت في الحال. وبعد المعركة الشرسة دي بتوصل الشرطة أخيرا والإسعاف كمان. والأغرب إن مرات ديفيز هي كمان بتوصل معاهم بعد ما عرفت اللي بيحصل. فبيجري عليها ديفيز وبيفرح جدا إنه شافها وقرر إنه يرجع لشغله من تاني. وعلشان كده بيروح السجن البن ومعاه مجموعة من الرجال ماسكين أسلحة. وبيتصدم بن أول ما بيشوف وش ديفيز قدامه وبيتأكد إن خلاص حانت لحظة النهاية، علشان يبقى ديفيز قدر إنه يرجع لحياته مرة تانية، وكمان اتخلص من التهديد اللي كان على حياته وحياة مراته. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة أسطورة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD أكشن.